فصبر جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. اتمنى تستفادوا من الفيديو ان شاء الله. يعني انا لسه بتعلم يعني فلوج اصلا، فاخدكم معايا في رحله كده، في شويه رحلات النهارده ان شاء الله. اتمنى تعجبكم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم. طبعا انا بحاول اعلي كده، معرفش الاضاءه هتكون وحشه ولا ايه، بس مش مشكلتي الاضاءه. لا الموضوع متعب الصراحه. هتكلم عن اي حاجه. طب اقول فكره النهارده هي عايز اوضح حاجه اللي انا بعملها ليا اولا، ممكن حد يستفيد منها بعدين، او ممكن انا بنسى بسرعه، فالتوصيل ده هتكون حاجه مزعجه جدا. وفي نفس الوقت هوصل، يعني هوثق وهوصل نفس الرساله او رساله اوضح بان انا بعمل يعني ايه. يعني انا مثلا لما اقول لك انك صحيان بدري مفيد، غير ما انا اصلا صاحي الظهر، غير اللي انا فعلا صاحي الصبح وجربت الحاجه ديت ونفعت معايا، فانا بقول لك بالطريقه اللي ممكن تنفع معاك برضه. فاعتقد ان يمكن ابو بكر من الناس الطب في الحته ديت، ربنا يجزيه خير وينفع بيه الامه. فان شاء الله الواحد بيحاول. بس هي فكره جميله. وممكن من ضمن برضه الحاجات اللي ممكن تأثر شوية هي فكرة إن الإنسان يصور تليفونه وهو برا، لأن عموما الموضوع صعب شوية إنك تمشي مثلا في البلد عندنا في مثلا في الأرياف أو كده، في إنك تمسك في تليفونك وتتحرك بيه. فده اللي برضه اللي مجلجني شوية. حتى إن أنا لو جبت اللي هي مش فاكر اسمها، اللي هي بتاع النظام السيلفي كده، اللي أنا ماسك التليفون بعيد عني كده، التليفون هنا مثلا وأنا بعيد عشان ممسكوش بإيدي. فالموضوع برضو مش نفس السهولة. سواء التكلفة إن شاء الله سهلة، يعني حتى لو التكلفة عالية إن أنا مثلا ممكن 1500 ولا حاجة في الاتنين، أو أقل شوية، بس مش هتفرق بالنسبة لي التكلفة. بس هل فعلا أنا عندي القدرة على اللي أنا عايز أعمل كده فعلا، ولا هي مجرد فكرة وعجبتني فأنا بحاول أشوف هل هي ممكن تتنفذ ولا لأ؟ في فرق بين التنفيذ والفكرة. الفكرة هي ممكن فكرة عابرة، انت ممكن اصلا تفكر في حاجة وتطنشها وما تعملهاش. زي مثلا اكيد جات لك فكرة مشروع، اي مشروع، وكبرت وقلت فكك. لكن لكن الفكرة اللي انت بتحتاج تجربها او علشان تنفذها انت محتاج تجربها بحاجة بسيطة الاول. يعني انا عشان اجرب اعمل فلوج او اصور ده، فانا هصور بالامكانيات اللي عندي بتليفوني، بالدنيا الحاجات البسيطة عندي. والله حسيت باثر لده على نفسي، مش لازم القناة، لان القناة طبعا عشان في البداية هيكون صعب جدا ان انا حد اصلا، يعني لو الفيديو اصلا جاب بالنسبة لي، لو جاب بما ان الفيديو الاولاني جاب 100 مشاهدة، فصعب. لو 100 انا كنت مش مصدق، فالموضوع صعب شويه. لكن اثر على نفسي بمعنى ان انا لقيت نفسي بحب اشارك الناس وانا بصحى بدري، احب اشارك الناس وانا بصلي الفجر مثلا، او ان انا يعني مش يمكن ممكن تدخل الرئه فيها شويه، بس يعني ان شاء الله ما نكونش فيها الحته دي، بسبب ان اهل الباطل بقوا يجهروا بالباطل، فاحنا محتاجين نجاهر مثلا بالصلاه على الاقل. يعني احنا الحمد لله الواحد لسه برضه يعني بيحاول يعافر شويه في التقصير بتاعه، ولكن لسه مش اللي هو مش بحاول يعني مش ملتزم جدا. يعني انا بحاول بس اصلي وبقرا قران واقرب من ربنا على قدر الاستطاعه، وبحاول يعني بعافر. في نفس الوقت برضو عايز اجرب حاجات جديده. في جوانب زي مثلا جانب اللغه عندي راح في داهيه، فانا برضو هحاول اشتغل عليه. فالفلوجات ممكن يعني انها اتكلم فيها ان شاء الله عن ايه. يعني اول حاجه هبدا بيها ان شاء الله هي فكره التخطيط والاهداف الذكيه، وان ان شاء الله نبدا نحط خطه اسبوعيه. اعتقد ان شاء الله ان هي تكون مفيده لاغلبنا ولكلنا ان شاء الله. الجميل في موضوع الفلوجات الصراحه، يعني اللي انا حابه فيه هي فكره التوثيق نفسه، ان الانسان يوثق ذكرياته، وبالذات ان انا شخص بنسى بسرعه او بنسى كتير للاسف. وكمان اوقات كتير بنسى الحاجات اللي انا عملتها. يعني انا ممكن اعمل اسبوع اقضي اسبوع كويس جدا، يعني ذاكرت كويس مثلا، او اتعلمت حاجه جديده، ولكن انا بنسى ده. فاجي اخر الاسبوع اقول ده انا ما عملتش حاجه، او اقارن نفسي بحد يعني، او اشوف حاجه على السوشيال ميديا فابدا اقول انا ما عملتش حاجه، فمش عارف انظر ايه.
فرحلة التوثيق دي إن شاء الله تكون رحلة مميزة بالنسبة لنا. أعتقد إن الفكرة مش في الأدوات، في المايك والتليفون والكاميرا والحاجات ديت، هي الفكرة بس في المحتوى نفسه في الأساس، إن الناس تكون حابة الحتة ديت، وإن أنا أكون طالع أفيد بها الناس، مش طالع أقول أي كلام مهبل ولا أصور الطريق ولا أصور مش عارف نور إيه والحاجات دي. الجميل في الموضوع إن أنا مش عارف هل الكاميرا جايباني كلي ولا جايبة سكتش ولا جايبة إيه، والصراحة مش عايز أقطع الكلام لأن أنا حاسس إن أنا بتكلم بتلقائية والكلام طالع من قلبي، فاللي هو مش عايز تصنع، وكمان مش عايز اقرا من سكريبت او اعمل سكريبت، مع ان ده كويس عشان الانسان يقلل اخطائه مثلا عشان المونتاج وكده، ولكن لما يكون الكلام طالع من القلب اعتقد انه بيوصل للقلب برضه. انا عارف ان الفلوج طبعا بيكون في بعض التفاصيل اليوميه، او هو توثيق لليوم بتاعك، انه مثلا صحيت بدري، او مثلا عشان غلطت فيها مثلا صحيت بدري او كده، او اتعلمت حاجه فلانيه او كده، هي نظام رحله توثيق مرئيه بالنسبه لنا. ف انا لسه بتعلمه، يعني لسه بتعلم اصلا ازاي اعمل كده، ازاي ايه الحاجات اللي ممكن تطلع والحاجات اللي ممكن تتشال احسن، والحاجات اللي ممكن تفيد حد وممكن ما تفيدهوش، ممكن تديله رسالة خفية بانه انت في نعيم، او يحط رسالة على الصحة مثلا، او ايا يكن يعني. فالواحد بيتعلم، ممكن الصوت ما يكونش طالع بأعلى جودة، الصورة ضعيفة بسبب الكروات اصلا، انا بصور بنور الشباك، وانا اعتقد ان الاضاءة فعلا ضعيفة، وده ممكن يأثر على جودة الفيديو. ولكن اتمنى ان مع المستقبل الحاجات دي تتصلح، حتى لو الفيديو ده ممكن ما انزلهوش او اعدله او اشيله واصوره تاني. ولكن انا حابب ان انا اتكلم دلوقتي، حابب ان اصور اصلا. وبمناسبه ده انا حابب اشارك معاكم حاجه مهمه جدا، وهي فكره ان احنا بنركز على الاهداف بتاعتنا. يعني مثلا انا بركز ان انا عايز احفظ القران، مثلا انا عايز اتخرج بتقدير امتياز مثلا، او انا عايز اشتغل الشغلانه الفلانيه، ولكن ما بركزش على الطريق او النظام ايا كان المسمى بتاعه. اعتقد انه اغلب الكتب بتسميه نظام. انه انت النظام اللي انت بتعمله او الحاجات اللي انت بتعملها اللي انت جسمتها يوميا بتعملها علشان توصلك للهدف بتاعك. احنا عندنا اشكالية ان احنا عايزين الهدف، عايزين نوصل له، بس هنوصل له ازاي؟ هي دي المشكلة. يمكن في حاجات كتير بتشرح الحتة ديت، سواء كانت فكرة الاهداف الذكية او التخطيط او كده. فانا ان شاء الله هتكلم معاكم في اول حاجة عن الاهداف الذكية. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. زي ما قلنا ان الهدف محتاج يكون فيه 5 حاجات علشان يكون هدف ذكي، زي مثلا انك اول حاجه انه يكون محدد. يعني مثلا ما تجيش تقول انا عايز احفظ القران. ايوه عايز تحفظ قدام القران، انا مثلا عايز احفظ جزء من القران خلال 20 يوم، تمام؟ فكده الهدف بتاعي محدد، جزء من القران في 20 يوم. كده يمكن انا دمجت تاني صفه فيها، وهي انه يكون محدد بوقت. يعني في ال 20 يوم دول انا عايز احفظ جزء من القران، فكده انه محدد ومحدد بوقت. تالت حاجة إن هو يكون واقعي. أنا فعلا عندي القدرة بإذن الله سبحانه وتعالى إن أنا فعلا أحفظ كل يوم صفحة، علشان أحفظ في الآخر 20 صفحة في 20 يوم. فكده جمعت الثلاث صفات، إنه محدد ومحدد بوقت، وكمان واقعي ممكن أعمله، وكمان قابل للقياس. إن أنا فعلا لو جيت في مثلا 15 يوم، فأنا أقدر أقيسه فعلا، هل أنا حفظت 15 صفحة ولا لأ؟ هل أنا ماشي بين كل يوم بنحفظ صفحة ولا لأ؟ فده كده يبقى جمع الاربع حاجات، وهما انه محدد ومحدد بوقت، وكمان واقعي، وكمان قابل للقياس. وخامس حاجه انه ليه قيمه عندي. يعني انا احس ان انا بعد ما عملته انا فعلا عملت حاجه ليها قيمه في حياتي، وهتاثر في حياتي، او تاثر عليا بالايجاب يعني. فلو جينا مثلا نطبق الخمس حاجات، ان عشان يكون الهدف ذكي، مثلا في الهدف بتاعنا اللي هو انا عايز احفظ جزء من القران، فانا اول حاجه حددت الهدف ان انا عايز احفظ جزء من القران. تاني حاجه في 20 يوم، فانا كده حددته بوقت. تالت حاجه ان الهدف ده واقعي، ان انا اقدر فعلا احفظ الكم ده في المده ديت. رابع حاجه وهو ان يمكن قياسه، ان انا بعد 20 يوم هاجي اقول انا حفظت 17 صفحه وثلاث ايام بس اللي ما حفظتش فيهم. طب ليه؟ وتبدا تراجع نفسك وتقيم ده. فده يمكن قياسه، انت فعلا تقدر تقيسه. خامس حاجه هو انه يكون ليه قيمه عندي، يعني في تاثير في حياتي هيحصل لما انا اقرا ده، او ان انا اتعلم ديت، او ان انا احفظ القران. فده ليه قيمه بالنسبه لي في حياتي انا كعماد، مش بس عشان شفت فلان بيعمله فانا اروح اعمله زيه. لا، ده ليه تاثير ايجابي في حياتي، وهيأثر عليا وهستفاد بيه. الحاجه التانيه من وجهه نظري وهي فكره التخطيط. يمكن في تخطيط سنوي، انك في اخر السنه او في بدايه السنه الجديده بتبدا تحط الخطط
كبيرة قوي انك محتاج تكسر الدنيا وتغير العالم في السنة ديت، وفي الاخر يومين ولا اتنين وتنسى اصلا الخطة وترميها ورا ظهرك. وفي كمان خطة في الشركات بتعملها ان هي بتقسم السنة لأربع ارباع، وبتعاملوا كل 3 شهور لوحدهم، دول بيحطوا لها خطة واستراتيجيات معينة في ال3 شهور دول يعملوها. في كمان التخطيط الشهري في بعض الشركات بتعمله، ولكنه اعتقد انه صعب ان يكون الكل بينفذه لان صعب جدا. الافضل والاحسن هو التخطيط الاسبوعي، انك تبقى مخطط للاسبوع، لان الاسبوع واحده ولا هي كبيره قوي زي الشهر ولا هي صغيره زي اليوم، فهي بالتالي حاجه متوسطه كويسه. وكمان هي الوحده اللي بتتكرر على طول، يعني الاسبوع هيفضل يتكرر اسبوع ورا اسبوع ورا اسبوع. فانت لو حطيت الاساسيات في اسبوعك في يومك علشان تكون عادات جديده مثلا وتكتسب عادات جديده، فانت محتاج تكرر الاسبوع كل يوم. يعني كل يوم انت بتعمله في الاسبوع او كل حاجه بتعملها في الاسبوع انت محتاج تكررها تاني تاني تالت. طبعا في الاسبوع مش نفس الحاجات، يعني هحاول اوضحها دلوقتي بالورقه والقلم عشان الدنيا توضح. تسال نفسك سؤال كويس، هو انت، اعتذر عن سوء الخط، عايز ايه من الاسبوع؟ يعني الاسبوع ده انت عايز منه ايه؟ ايه اللي حصل في الاسبوع ده هتقول الحمد لله انا فعلا تعبت الاسبوع ده وانجزت الحاجات اللي كانت ورايا والحاجات اللي عملتها والحاجات اللي اثرت في حياتي. طبعا مش هنا اول حاجه هتتجنبها هي فكره انك تحط اهداف كبيره جدا او اهداف حياتك كلها تحطها فيها. يعني مثلا تيجي تقول ايه، اصلا انا عايز اغير الكوكب كله في الاسبوع ده، او ان انا عايز اشتغل 19 ساعه في اليوم وكمان اروح العب رياضه واتعلم واقرا واعمل. فبلاش تحط حاجات كبيره جدا جدا، حط حاجات بسيطه تقدر تعملها. وفي اخر الاسبوع هنبدا نروح للحته ديت، بس خليك حاجات تقدر تعملها وحاجات تكون واقعيه زي ما قلنا في الاول. حضور في الكليه مثلا في الايام العاديه في الكليه لمده مثلا كام من 9 ل 3. وكمان عندك مثلا كورس معين انت ليه مده محدده برضه. وكمان انت بتحاول عايز تقرا كتاب مثلا، كتاب معين زي الداء والدواء مثلا لابن القيم. عايز العب رياضه، عايز اروح الجيم مثلا 3 مرات في الاسبوع. عايز اسمع مثلا 3 بودكاست. ايا كان بقى الاهداف بالنسبه لك ايه، يمكن الاهداف بتاعتنا مختلفه، طموحات مختلفه. في ناس ممكن تحط ان هي عايزه تتعلم مثلا او تسمع مثلا 6 فيديوهات عن اللغه، يعني عايزه تتعلم لغه معينه انها تسمع لها مثلا 6 فيديوهات عن لغه معينه، او تمارس مثلا نص ساعه يوميا للغه او على دولينجو مثلا، او ايا يكن. الاهدافنا كتير، فديت الفكره انك تكون تطلع كل حاجه في دماغك انت عايزها في الاسبوع ديت. يعني الاسبوع ده انت عايز ايه منه؟ انا عايز اطلع كل حاجه في دماغي واقيمها، هل هي فعلا انا عايز ديت، انا فعلا هل دي مهمه؟ يعني مثلا ممكن خروجه مع اصحابي، هل انا ممكن اتنازل عن الحته ديت علشان اتعلم الكورس الفلاني او كده؟ فده كله انت بتبقى مطلع كل حاجه في دماغك. طبعا هيطرأ عليك حاجات في وسط الاسبوع ديت هنبقى نتكلم عنها تاني، بس خلينا في الايه، في الاساس نفسه. في حته جميله كمان وهي فكره ان انت خلاص عرفت كل اللي انت عايزه في الاسبوع، فانت هتبدا توزعه تقطعه حتت صغيره كده في الايام. كل يوم تاخد عدد معين من المهام. هنبدا نشوف طريقتين في الكلام ده. ممكن انت تاخد 3 مهام بس كبار في اليوم، 3 كبار بس، هما دول اللي انت هتبدا تشتغل عليهم. هتنسى اي حاجه تانية وهتبدا تشتغل بس على ال3 دول. وممكن برضو بعد ما تخلص 3 دول لو عايز تحط مهام صغيرة او 2 صغيرين 3 صغيرين، حاجات خفيفة كده. او الطريقة التانية وهي فكرة ان يكون عندك مهمة واحدة كبيرة جدا، وبعد كده 3 مهام متوسطين، وبعد كده 5 مهام او 6 على حسب مالهم يعني اقل في الاهمية بالنسبة لك. يعني ده اكبر حاجة اهم حاجة، وده المتوسط، وده الاقل في الاهمية. فانت اهم حاجة اليوم بتاعك يطلع بال2 دول. وده لو قدرت تجيب منه على قد ما تقدر. ممكن تحصل لك ظرف فما تقدرش تجيب غير واحدة بس، ممكن لو تجيب 5، وممكن أصلا بعد كده تجيب بعد ده كله تبدأ تعوز تجيب واحدة كمان. فده تبقى تدي لنفسك نجمة في الآخر إنك يعني قدرت تزود أصلا على المهام اللي عندك، لأن في الغالب الناس ساعات بتكنسل مهام كتير جدا من اللي هي كاتباها. وده إن شاء الله يعني هنحاول نتكلم عنه من وجهة نظري. وكمان يعني ده رأي أبو زيد كمان ورأي أبو بكر، ربنا يجازيهم خير عننا وعن كل الناس اللي بتستفيد منهم. وهي فكرة ان ده اهم، ده او ده احسن وده افضل وده واقعيا اكتر.
فممكن احنا نقسم مثلا لو معانا سكتش او معانا مثلا كراسة للصفحة الاربع اجزاء او اربع تربع. والربع الاول هنبدأ نتكلم مثلا يوم السبت، وده الحد والاثنين والثلاث، والصفحة المقابلة ليها نفس الكلام، فبالتالي هيبقى معانا الاسبوع كله. ونبدأ نوزع بقى الحاجات اللي احنا كتبناها طول الاسبوع، اللي احنا عايزين نعملها طول الاسبوع، على الاسبوع، على ايام الاسبوع نفسها. يعني مثلا في حضور في ايام الكلية، فهنبدا باول حاجه بالمواعيد الثابته. يعني حاجات انا ما اقدرش اغيرها، انا بالنسبه لي شغلي مثلا من 9 ل 3 العصر مثلا، فانا مش هقدر اغير ده، فانا لازم احطه، ده ثابت ما اقدرش اعمل فيه. في تانية مواعيد تانية ممكن ابدا اشتغل عليها مثلا، هتكون مرنه شويه بالنسبه لي. اسف لو بتكلم بسرعه، بس انا بتكلم بحماس شويه. في مواعيد هتكون انت مرن فيها، يعني مثلا ممكن تحطها القراءه مثلا، او الاذكار تقولها بعد صلاه الفجر مثلا، او وردك من القران بعد صلاه الفجر. ففي حاجات الدنيا هتكون معاك يعني مرنه، لازم تكون عندك نوع من انواع المرونه يعني في التعامل معاها. يبقى اول حاجه هنحطها مثلا المواعيد الثابته. ولنفرض مثلا ان احنا اول مهمه بالنسبه لنا، انا من وجهه نظري ان هي محتاجين نحطها اولويه اولى، ممكن يعني مش اعتقدش ان حد يختلف معانا يعني، وهي صلاه مين؟ صلاة الفجر. ده صلاة الفجر ديت والاذكار مثلا الصباح والمساء ديت محتاجين نخليها اولويه اولى بالنسبه لنا، ان هي تكون رقم واحد. بعد كده احنا ممكن نحط الثلاث مهام التانيين اللي هو واحد واثنين وثلاثه، اللي هم متوسط الاهميه. ممكن حد اول حاجه بالنسبه له شغله، ممكن مشروع بيشتغل عليه، او لو طالب مثلا بحث تخرج او مشروع تخرج بيحاول يشتغل عليه مثلا، او مثلا بيتعلم كورس معين برضه ليه مواعيد ثابته او كده. وبعد كده ممكن تحط الخمس مهام الصغيرين اللي هم واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. تحط مثلا ورد القراءة، مثلا انك تلعب رياضة، انك تعمل كذا، ايا يكن الحاجات بتاعتك، لان حاجاتنا ممكن تكون مختلفة. تتصل بحد من صحابك، تكلم ابوك امك اهلك، الحاجات دي كلها صلة الرحم، ايا يكن يعني. ولكن الاساس بالنسبة لنا هو ان اول حاجه اليوم ما ينفعش يعدي من صلاه الا غير صلاه الفجر، او المهمه الاولى بالنسبه لنا. ممكن حد يحط صلاه الفجر والورد، او بعد كده المهام المتوسطه لو حصل ظرف وتنس يعني واحده منهم ما عملناهاش، فممكن نتجنب الحته ديت. او ان احنا مثلا ايه، هيكون عندنا مرونه لو حصلت احنا ممكن ننجلها ليوم تاني. يعني مثلا حصل ظرف طارئ وما قدرناش نعمله ديت، هل هي لو وقتها خلص فخلاص ماشي، مش هنقدر نعمل عليها حاجه. لكن لو نقدر ننجلها اليوم تاني مثلا ونبدا نشتغل عليها هنا تاني، طبعا ده شيء كويس وشيء مهم جدا، نكون عندنا مرونه في التصرف. وبرده من اي مهمه من المهام ديت ان احنا ممكن ننجلها برده في الوسع هنا في يوم تاني. طبعا مش معنى كده انك تسوف كله وتاجل كله، تقول لا ده انا هاجلهم هنا، وبعد ما تاجلهم هنا تروح تاجلهم هنا، وبعد ما تاجلهم هنا تاجلهم هنا، فبالتالي انت مش هتعملهم اصلا. ولكن فكرة انك ممكن يطرأ عليك ظرف او تمرض، تتعب، تروح في اي حتة، ابوك يبعتك مشوار، تروح تعمل اي حاجة، فبالتالي غصب عنك انك محتاج تكنسل اتنين او تلاتة من هنا، فممكن تأجلهم ليوم تاني. اعتقد ان دي افضل طريقة لحد دلوقتي انا وصلت لها، او حد شغال بيها، لان انا الصراحة جربت كذا حاجة، كنت بكتبهم كلك بالهبل كده باللي انا عايزه كله بتاع، ولكن الطريقة مش كويسة خالص، مش عملية اصلا. فهي الطريقة ديت اللي هي واحد وبعد كده تلاتة، انا بالنسبة لي بشتغل على ستة. فاعتقد ان ديت مهمة جدا وكويسة جدا. في بعض الحاجات المهمة بقى ان انت مثلا بعد اخر اليوم، انت مثلا انا اعتذر عن العك ده، في اخر اليوم عملت مثلا، احنا كنا كام؟ واحد وثلاثة وخمسة، اللي هي كام كده؟ 9 مهام، خليهم 10 بالطريقة ديت. فانا لو عملت 9 اجي اقيم اليوم بتاعي 9 من 10. عملت مثلا 11 وانا عندي 10 بس، فانا ادي لنفسي 10 من 10 ونجمه على راي ابو زيد، لان انا ده بيديك شعور ايجابي بانك عملت حاجه كويسه. فاعتقد ان ده شيء كويس جدا، وبالتالي بيأثر علينا وعلى نفسيتنا اصلا. بس زي ما قلنا انك ممكن تعمل مهمه او اتنين صغيرين بعد المهام اللي انت تبقى حاططها الكبيره دي كلها، او ال10 مهام اللي انت تبقى حاططها، او ايا يكن عدد المهام اللي انت بتحب تحطها. ولكن انت ممكن تتجنب الحمل الزايد، انك مثلا ما تجيش ايه، انت حطيت 12 مثلا مهمه وفعلا عملتهم، تيجي رايح حاطط كمان 5 عليهم، لان ده هيأثر عليك على اليوم التاني. حتى انت فعلا لو عملت ال 15 من 15 فعلا، هتيجي اليوم التاني ممكن تلاقي نفسك بتعمل 4 3، لان انت استنزفت كل طاقتك. الانسان عباره عن طاقه، اعتقد يعني ما ينفعش الواحد يستنزف كل طاقته مره واحده او في يوم او اتنين. وده ياخدنا لحاجه تانية وهي يوم الراحه. يعني احنا ممكن ننفذ الكلام ده كله في ال6 ايام، ويكون عندنا يوم راحه. اليوم الراحه ده مش راحه من كل حاجه، هي ممكن نتنازل عن المهام الكبيره قوي طبعا ما عدا صلاه الفجر،
نتنازل عن المهام التانية ويكون عندنا اساسيات بسيطة، حاجات بسيطة بس نعملها، حاجات ما تستهلكناش نفسيا او طاقة، بحيث ان احنا نشحن في اليوم الفاضي ده ونشحن طاقتنا وكل حاجتنا، بحيث ان احنا بعد كده نخش على الاسبوع الجاي بان احنا كويسين واحسن. وبرضه في ان اليوم الراحة ده او اليوم السابع في الاسبوع هيكون تقييم للاسبوع برضه، فان احنا نبدأ نقيم الحاجات اللي اتعلمناها والحاجات اللي غلطنا فيها والحاجات اللي احنا ممكن نقللها او نزودها. هشرح الحته دي تانية ان شاء الله دلوقتي. يبقى خلينا افكرك تجنب الحمل الزايد انك تحط حاجات فوق طاقتك. وفي الاول خالص في المهام خالص في الاول خالص تجنب انك تحط مهام كبيره جدا جدا، فمهام تكون متوسطه او يعني حاجه تقدر فعلا تعملها. ما علينا من النقطه دي. بعد ما خلصنا الحته دي قلنا في تقييم لليوم، كام من 10، هل 10 من 10 ولا انا عملت ايه في اليوم. بعد الاسبوع بعد السبع ايام ما خلصوا هتبدا يكون في تقييم اسبوعي. يعني ايه تقييم اسبوعي؟ انا عملت إيه في الاسبوع ده، هل انا انجزت بنسبه كام؟ لما اخد النسبه ديت اللي بتاعتي كل يوم 10 من 10 وكذا كذا، هل انجزت بنسبه كام؟ هل كنت منجز بنسبه مثلا 80% واغلبيه و20% من المهام كنسلتها، او 60% و40% من المهام اتكنسلت؟ فده هيفرق معانا جدا، بحيث ان دايما هتكون عايز تتطور اكتر. يعني لو جبت 80 فانت عايز تجيب 90، جبت 100 فانت عايز تكسر الكوكب. حتى انت لو جبت 100 فاعتقد انه مش هتدوم، لان انت فكره المثاليه ما فيش حاجه مثاليه. او اعتقد انك ممكن تكون اصلا بتدي نفسك مهام سهله، فانت محتاج تزود المهام دي شويه بحيث انك تلاقي اثر اصلا، او يعني مش تلاقي اثر ان المهام سهله، فبالنسبه لك انت محتاج تزود الريتم بتاعك شويه او الجهد بتاعك شويه بحيث انك تتعب اكتر. يعني اعتقد الرساله تكون وضحت ان شاء الله. والصراحه من الحاجات الجميله جدا جدا هي فكره برضو انك تكتب 3 حاجات، حاجه حلوه حصلت خلال الاسبوع اتعلمت منها حاجه كويسه، فانت ممكن تكتبها. حاجه وحشه حصلت برضو ممكن تكتبها. درس اتعلمته، يعني حصل معاك موقف معين انت اضطريت فيه انك تتصرف بطريقه معينه وحشه مثلا او ايا يكن، فتعلمت درس معين في موقف معين. يعني مثلا هنديك مثال. يعني مثلا دلوقتي ان انت لو كنت حاطط لنفسك تقرا في الاسبوع 300 صفحه، حلو، وجيت قسمتهم على ال6 ايام ايا يكن هيدينا كام، ولقيت نفسك ما جريتش في اخر الاسبوع غير كام؟ غير 150 صفحه. فانت بالنسبه لك انت ممكن تشوف حاجه دي ان دي حاجه وحشه، ولكن انت تقعد مع نفسك تقول انا قدرتي ان انا 150، انا قرأت 150، هل انا قدرتي 150 ولا في حاجه عطلتني؟ فانت تبدا تقيم بقى مع نفسك كده. الدرس ده اللي هو انا اتعلمته ان انا قرأت 150، فليه السبب 150؟ طب انا اقلل ال 300 واشوف انا هل فعلا ان انا هقدر ازود عن 150 ولا ده مقدرتي ال 150. فابدا مثلا احط هدف الاسبوع الجاي اللي هو يكون 200 صفحه بس. فانا بعد ما حطيت 200 صفحه هشوف هل فعلا انا وبعد الاسبوع ما يخلص هل فعلا انا غيرت وقدرت فعلا اقرا ال 200. لو قدرت ال 200 فده خلاص، ده القدره اللي عندي اللي انا بقدر اعمل بيها. او مثلا نفرض انك مثلا قرات 250 فده المقدره بتاعتي وان انا اقدر اشتغل بيها وان اكمل بيها. اتمنى تكون الرساله وصلت. يعني فكره انك تتعلم درس، يعني انا مثلا مش شرط ده، انت ممكن مثلا حصل معاك موقف مع حد من صحابك، موقف في الكليه مع الدكتور بتاعك فتصرفت بطريقه معينه، كنت ممكن تتصرف احسن من كده، او ان انت لا فعلا اتصرفت بطريقه كويسه وان ده علمك درس كويس. الحاجات دي كلها بتفرق معانا، واعتقد ان احنا بننسى بشكل رهيب، فده هتفرق معانا بطريقه كبيره جدا. اتمنى تكون الكاميرا اصلا شغاله. كده اتكلمنا عن الاهداف الذكيه، وكمان اتكلمنا عن التخطيط والاسبوعي وبعض المهام او الحاجات الملاحظات اللي ممكن تخلي الموضوع يكون اسهل بالنسبه لنا ويكون مرن اكتر. الحاجه الثالثه ان احنا ممكن هي فكره التقييم، زي ما قلت لك ال3 حاجات الاساسيين دول اللي هي الحاجه الكويسه والحاجه الوحشه والدرس اللي اتعلمته، او التقييم بصفه مستمره او بصفه دوريه، او يعني بلاش دوريه او مستمره. التقييم بشكل عام في اي حاجه في حياتك، سواء علاقاتك او صحابك، اهلك، اي حد تعرفه او اي حاجه انت بتعملها، هل لازم محتاج تقييم؟ هل انا بتصرف كويس؟ هل طريقتي دي كويسه؟ هل الحاجه اللي انا فعلا اللي انا بتعلمها ديت او الكورس اللي انا باخده ده مفيد بالنسبه لي ولا انا بتعلمه خلاص؟ فكره التقييم والاسئله ديت بتفيدك انت لانك بتعرف نفسك اكتر وكمان بتتعلم حاجات اكتر. فاتمنى تكون الفكره وصلت. فاضل بس في النقطه ديت حاجتين بس عايز اتكلم عنهم. رقم 1 هي فكره تحدي الاسبوع، يمكن ابو زيد كان اتكلم عنها، وهي فكره
انك لازم الاسبوع بتاعك يكون فيه تحدي معين او تحدي مختلف. يعني حاجه بتصير في فضولك مثلا انك تعملها، تتحدى نفسك فيها. زي انك ممكن تقرا 7 ايام في الاسبوع، تقرا، ما هو الاسبوع 7 ايام عموما، يعني تقرا 7 ايام. او انك مثلا تتحدى انك تمنع السكر 3 اسبوع. يعني اعتقد ان التحدي الاسبوعي هو واضح، يعني معنى التحدي الاسبوعي انك تعمل حاجه معينه في اسبوع، او انها ممكن تزودها شهر، بس اعتقد ان الاسبوع هو الافضل. زي ما قلنا ان احنا افضل وحده شغالين بيها هي الاسبوع، فانت ممكن تحدي الاسبوع ده تعمل بيه اي حاجه. ممكن تيجي لك نوع من انواع الفطور، انك يعني ايه، او مش الفطور، او التساؤل ايه التحديات اللي ممكن اعملها في الاسبوع. انت ممكن تدخل على جوجل وتكتب له ان انا عايز تحدي الاسبوع، هيجيب لك كميه تحديات كبيره جدا، فتبدا تنفذ بقى اللي شايفه مناسب او اللي يصير فضولك انك ممكن فعلا تعمله. فتحدي الاسبوع ده اعتقد انه شيء جميل جدا. انا بالنسبه لي ان شاء الله هبدا احطه النهارده في الخطه بتاعت الاسبوع الجديد ان شاء الله، وهبدا اشتغل عليه ان شاء الله. في حاجه اخيره وهي كسر السلسله. يعني ايه كسر السلسله؟ بلاش تكسر السلسله. لو بدات تعمل حاجه معينه زي عاده القراءه مثلا، وقرات مثلا 5 ايام متواصل، بلاش تكسر السلسله ديت وتكسل يوم، لان ده هيوديك لحته التسويف، وانك تكسل يوم واثنين وثلاثه واربعه. وبلاش تكسرها، يعني نصيحه من اخوك بلاش تكسرها، وانا بحاول اعمل بيها الفتره ديت. يعني ان شاء الله ربنا يفيدني ويفيدكم يعني، وربنا يجازينا خير كلنا ويرزقنا العلم النافع. فهي ما تكسرش السلسله، هي ماشيه بالحب، سيبها ماشيه واتعب علشان هي تمشي. يعني اعمل اي حاجه انك الحاجه ديت انا تعبت فيها 5 ايام متواصلين، فانا مش عايز ابعد عنها، مش عايز اكنسلها، لا انا هفضل متواصل وشغال عليه. فاتمنى الفكره تكون وصلت. اذكر احد الاخوه اسمه اسلام، لعله يشاهد الفيديو ده. تحيه ليك يا سلم من الشيخ الغليظ، تحيه كده ليك على البلد. كنا مع بعض في درس بيولوجي في ثانويه عامه، كنا مع بعض في الدرس، كان يقعد يشتغل معايا دعوه ويتكلم معايا وبتاع، وهو بقى اخ ملتزم من زمان جدا جدا، وانا في الجلاشه خالص، يجي هنا وهو بقى بيدعوني ايه للهدى، وانا بدعوه ان هو يسيب الهدى اللي هو فيه، تعالى عندنا الضلاله حلوه وساعه والدنيا تبقى جميله، عندنا بنات صغير كده تعالى تعالى وبتاع. والله يفضل لغايه ما هو قال لك لا يا عم ده مفيش منه فايده وسابني. عدت سنين وداخل درس الشيخ محمد اسماعيل المقدم حفظه الله، وانا داخل قابلني على باب المسجد، اتصاحبنا بقى وعرفنا بعض بعد كده. المهم كان بيقول لي من الكلام اللي قال لي لو كنت اعلم من القدر انك ستاتي ما تركتك. فاللي انا عايز اقوله ايه، ما تملش، يمكن اللي قدامك ده يعمل حاجه بس انت اللي سبته بدري. فاصبر، يعني الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. اصبر، افضل مكمل، وادعو على طول. الله عز وجل يقول ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما. فانت